شنو معنى العباء وليش رب العالمين وصى بالعباء. بعض النساء يسألن يقولن نريد دليل مقنع بأنه العباء واجبة وليس مستحبة، وذكرها في آية كريمة بقوله تعالى من سورة الأحزاب آية 59. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. قوله تعالى من سورة الأحزاب آية 59 مثل ما سمعت الآية: إن الله وصى بالعباء، أو بمعنى بكلمة الجلباب. إن الله وصى النبي بزوجاته وبناته والمؤمنات الذين يؤمنون بالله وبالأنبياء وأهل البيت عليهم السلام. العباء والجلباب بها شروط هواية، ومن شروطه الخمسة: أولا لازم العباء يلبس من الرأس حتى القدم. ثانيا أن العباء ما يصير بها نقش أو ألوان أو خفيفة، لا يكون متينة، لأنه العباء تكون مفتوحة من الأمام في فتحة صغيرة فقط. أن العباء ما يصير متشابهة للبس الكافرات أو لبس الرجال، لأنه الرجال هم ينعدهم لبس العباء اللي هم لبس العشائر. فيا أختي الكريمة، إن الله سبحانه وتعالى فضل النساء أكثر من الرجال.